مش عارف دي المرة الكام اللي بنصحى فيها من النوم نسمع فيها خبر ان زيزو مش عايز يجدد وخلاص هيمشي، وجاي له عروض من السعودية وقطر والامارات، وناس معارضين الادارة وناس متفقين انه يمشي، وان الزمالك مش بيقف على حد. وفي الحقيقة ان الكلام ده مش مظبوط. انت من حوالي سنتين كده كنت بتقول نفس الجملة، ان الزمالك مش بيقف على حد. طب ما تيجي نحسبها كده ونشوف هل الزمالك بيقف على حد فعلا ولا لا. انت ماشي من عندك فرجاني ساسي وقلت الزمالك مش بيقف على حد. طب هل في حد جه في نص ملعبك بنفس كواليتي فرجاني ساسي؟ الإجابة لأ. وبعديها قلت على طارق حامد اللي يغور يغور عندنا إمام عاشور. طب هل جه لاعب في نص ملعبك بنفس كواليتي طارق حامد؟ الإجابة برضو لأ. نفس الكلام ينطبق على إمام عاشور، نفس الكلام ينطبق على مصطفى محمد، نفس الكلام ينطبق على أشرف بن شرقي. إذا وبشكل مؤكد الزمالك بيقف على لعيبه. واكبر دليل على كلامي انك كنت واخد الدوري سنتين ورا بعض ووصلت نهائي افريقيا وكنت قريب جدا انك تحققه، ولما دول مشوا انت مش عارف تاخد الدوري وبتفنش كل سنه مركز ثالث، ومش عارف حتى توصل لدوري ابطال افريقيا. ما عنديش مانع ابدا ان زيزو يمشي، ولكن في حاله انك تجيب لي مكانه لاعب بنفس الاداء والكواليتي، ولاعب يقدر يحقق نص ارقامه حتى في الخمس سنين اللي قضاهم معانا. بس في الحقيقه ان ده مش هيحصل، لاننا جربنا ده مع لعيبه تانية وما شفناش البديل لحد وقتنا هذا. على فكره انا عارف كويس جدا ان كان الزمالك اكبر من اي لعيب، وعارف برضو ان الجمهور بس هو اللي دايم. بس معلش انا مش هستنى لما الفريق يفضى علينا ونرجع تاني لايام احمد توفيق واحمد مدبولي واشرف روقه واحمد حسن مكي. وبعدين لو مش هتقدر تحافظ على زيزو يبقى انت كده مش هتعرف تحافظ على اي لاعب في الفريق. يعني مثلا عندك واحد زي شحاته ده، طول ما انا شايفه متالق مش عارف هبقى فرحان لانه بيفيد الفرقه، ولا متضايق وقلقان انه ممكن في اي وقت يجيله عرض ويمشي. بعد الفوز بالسوبر الافريقي الكابتن حسين لبيب ومجلس ادارته الكل اجمع في لقاءات تلفزيونيه بالصوت والصوره ان ده اول لقاء لفريق الكره بالنادي يدخلوا الفرقه بدون اي مستحقات متاخره، وبطبيعه الحال عمري ما هفترض سوء النيه في كلامهم. بعد الفوز باللقاء دخل خزينه النادي 2.5 مليون دولار مكافاه من الاتحاد الافريقي، و1.5 مليون دولار مكافاه من هيئه الترفيه بالمملكه السعوديه. طب هل الفلوس دي اتصرفت على فريق الكوره؟ طب اتصرفت في ايه وانت المفروض دافع كل مستحقات الفريق؟ حتى الصفقات كانت كلها خلصانه بالاجل. ولو افترضنا ان هم صرفوا الفلوس بره فريق الكوره، فمعلش يعني ده لا يعتبر ترتيب لاولويات الفريق اللي بيدخل للنادي فلوس من البطولات والرعاة. وعلى فكره انا مش بشكك في ذمه حد فيهم، بالعكس انا متاكد من سلامه زمامهم طالما لم يثبت العكس. لكن صرف الفلوس في اوجه غير الاولويات تصرف خاطئ تماما، خصوصا بقى لانك المفروض عارف انك لسه طالع من ميركاتو صيفي وداخل مع زيزو في مشكله بخصوص التجديد. طب لو لا قدر الله ما كناش كسبنا والفلوس دي ما كانتش دخلت النادي، كنا عملنا ايه؟ الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في كل ميركاتو يقول اولوياتنا المستحقات والتجديد ثم التدعيمات. طب حضرتك ما جددتش ليه لزيزو لحد دلوقتي؟ او ليه ما جددتش لزيزو اصلا في الصيف؟ طب زيزو وابو جشع، طب بالنسبه لعبد الله السعيد ودونجا وعمر جابر والونش لحد دلوقتي ما تمش تجديد عقدهم ليه؟ اشمعنى الجزيري بس يعني؟ حضرتك مش عايز تعرفني اوجه الصرف وده حقك، بس لما يكون في ازمه ماليه يا ريت برضه ما تشاركنيش فيها. زيزو بيغالي في طلباته هو وابوه وطالب قيمه مش بتدفع في الدوري المصري كله، بس بصراحه ده شيء متوقع لان حاليا زيزو في موقف قوه بعد ما اصبح لاعب حر. ده دايما الوضع اللي كنا بنتحط فيه مؤخرا مع نجوم الفريق بسبب عدم الاستقرار الاداري، لكن الوضع المره دي مختلف يا معلم. بعد انتخاب مجلس إدارة مستقر من أكتوبر 23 لحد وقتنا هذا، يعني بقاله سنة و3 شهور، المجلس كان عنده فرصة كبيرة في وقت كبير، مش هنقول في تنفيذ طلبات زيزو ولكن على الأقل في تقرير مصير اللاعب، يا إما يجدد يا إما تبيعه. قبل نهاية الموسم الماضي ومع أولمبياد باريس الزمالك ما كانش عنده أي حظوظ في المنافسة على الدوري، لدرجة إنه أرسل زيزو كلاعب فوق السن للمشاركة مع المنتخب. كان المفروض يحصل جلسة ما بين زيزو وما بين الإدارة قبل الأولمبياد ونعرف طلبات اللاعب ونقرر ساعتها هنجدد له ولا هنبيعه، لأنه أكيد هيجيله عروض مع اقتراب انتهاء عقده وقتها، ووارد جدا إنه يتألق في الأولمبياد زي ما حصل والعروض تزيد. لو في التوقيت ده الزمالك ما كانش وصل لاتفاق مع زيزو كان ممكن يبيعه بسهولة بعد الأولمبياد في عرض من العروض اللي جات له، وقتها كان الكلام ده في اول اغسطس. القرشين اللي كان هيتباع بيهم اللاعب كنا هنقدر نستغلهم في ميركاتو الصيف واستعدادا للقاء السوبر اخر سبتمبر، لكن اللي حصل ان الاداره على ما فكرت في العروض وناقشتها كان الكلام ده في اول 9، يعني قبل السوبر بايام بسيطه. لا هنقدر ندخل البطوله من غير اللاعب ولا هنلحق نعوضه، ولا اللي هيعوضه كمان هيكون انسجم مع الفرقه. نفس القصه والسيناريو بيتعادوا دلوقتي لما نكون في يوم 21 يناير ولسه بنقرر مصير اللاعب وهنشوف هنعوضه بمين. المشكله مش في بقاء او رحيل اللاعب زي ما البعض بيحاول يصدر دلوقتي، السوق في النهايه عرض وطلب، لكن المشكله الحقيقيه في توقيتات اقناعنا بخروج اللاعب وتوقيتات اقناعنا على تعويض اللاعب. طب ايه الحلول؟
الحل بالنسبه لي ان زيزو يجدد باي تمن حتى لو فوق امكانيات النادي، ويتباع في توقيتات فعلا منطقيه نقدر نعوضه فيها. مش مستغرب ابدا من اللي بيحصل، ومش هتفاجئ لو زيزو راح الفريق بعد ما كان في ايدينا نستفيد ب 8.5 مليون دولار من عرض نيوم السعودي، لان نفس السيناريو ده حصل مع بن شرقي وساسي من قبله. الاتنين لعيبه كابتن حسين لبيب فضل يماطل معاهم في التجديد، لا هو اللي عايز يجدد لهم ولا هو اللي عايز يبيعهم ويستفيد بفلوسهم. والتالت جاي في الطريق. كابتن ضيع على النادي 6 مليون دولار مقابل بيع ساسي وبن شرقي وسابهم يمشوا ببلاش، وبيكررها دلوقتي لتالت مرة، وهيضيع على النادي على الأقل 6 مليون دولار قيمة بيع زيزو، وهيسيبه يمشي ببلاش هو كمان. يبدو كده إننا أمام أسوأ مجلس إدارة مر على تاريخ النادي. مفيش إدارة في أي نادي في العالم ممكن تعمل الكارثة دي. زيزو على الانستجرام منزل الستوري دي وبيقول إنه عايز يتطلع للمزيد، يعني عايز يبقى رقم واحد ويكون الهداف التاريخي للزمالك. زيزو فاضل له 48 هدف بس ويبقى الهداف التاريخي، يعني موسمين 3 ونشوف زيزو مكسر كل الارقام اللي قبل كده. ومفيش لاعب عاقل يبقى عايز يمشي وهو على رادار اسمه يبقى تاريخي ومربوط بنادي بحجم نادي الزمالك. ده مش منظر لاعب في الاساس انه يمشي. الراجل مره بينزل ستوري مع الجماهير ومره بيرد على الجمهور بيقول له مين قالك ان همشي، ودلوقتي الراجل منزل ستوري انه عايز يكمل المسيره في النادي. حاليا مفيش غير سيناريوهين وملهمش تالت في ملف تجديد زيزو، والتالت لو حصل هتبقى كارثه اداريه. السيناريو الاول هو تجديد عقد زيزو وبقائه في النادي، وده حق مشروع بتطالب بيه اغلب الجماهير، لان اللاعب اصبح رمز وايقونه عندنا بعطائه واخلاصه ووفائه للنادي، ودي الزاويه اللي بيشوف بيها الجمهور الموضوع، وده حقه على فكره. السيناريو الثاني هو ان مجلس الاداره يشوف ان الطلبات الماليه للاعب بتمثل عبء على الميزانيه، ومش هيقدر يوفر التزاماته تجاه اللاعب وباقي اللاعيبه زمايله، فيقرر يبيعه، وبعائد بيعه يوفر البديل اللي مرتبه اقل. ودي الزاوية اللي بيشوف منها مجلس الإدارة الأمور، وحق مشروع ليه هو كمان، لأن هو المسؤول الأول والأخير، ومن الآخر هو اللي هيشيل الليلة. السيناريو التالت بقى واللي مش مسموح بيه يحصل أبدا هو إنك لا تجدد للاعب ولا تبيعه، ودي تبقى مهزلة وكارثة إدارية بكل ما تحمله كلمة من معنى، لأنك في الحالة دي لا هتخلي النادي يستفيد فنيا من بقاء اللاعب ولا كمان هيستفاد ماديا من رحيله، وده لو حصل فالموضوع ممكن يوصل لدرجة من درجات الخيانة. في الأخير لو زيزو لاعب وحش فعلا وما يستحقش الفلوس اللي طالبها دي، ليه ما تجددش لعبد الله السعيد لحد دلوقتي؟ طب عمر جابر ليه ما جددش عقده لحد دلوقتي؟ هل هو كمان طالب 2 مليون دولار؟ طب الونش؟ طب محمد السيد الناشئ الواعد ما تجددش عقده ليه؟ حسام عبد المجيد اللي متبقي في عقده موسم ونص، ليه هو كمان ما جددش عقده وكمان يتعدل؟ طب بلاش كل ده، النهارده 21 يناير ولسه ما فيش اي صفقه اتعملت، رغم اننا محتاجين مراكز كتير يتم تدعيمها. هل زيزو هو كمان السبب؟ كونراد ميشيلاك راتبه 800 ألف دولار، وراتب سيف الجزيري 500 ل 400 ألف دولار، راتب المسلوسي 600 ألف دولار. لو الإدارة بس وفرت رواتب المحترفين اللي وجودهم ماليش أي فايدة أو أي لازمة، هيوفروا راتب زيزو اللي بيطلبه، وكمان هيقدروا يعوضوا راتبه أضعاف من عوائد البطولات اللي ممكن يكسبها. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى إنك تعمل لايك واشتراك في القناة، وخد لك لفة في الفيديوهات القديمة. كان معاكم هادي هشام، مع السلامة.